من اشهر الاكلات اللي موجوده في الخليج كله، ناس بتقول ان اساسها اليمن وناس بتقول ان اساسها السعوديه، انا ما اعرفش، قولوا لي انتوا في الكومنتات. المكان ده بقى نقلها لمصر بكل التفاصيل بتاعتها. فتعالوا النهارده نعيش مع بعض تجربه اكل خليجيه اصيل. انا ويزو، والنهارده انا في مضغوط دجاج. هو اسمه مضغوط دجاج بس برضه بيعمل وجبات المضغوط باللحمه وبالسجق. تعالوا نبدا الاول بوجبات مضغوط الدجاج اللي هتلاقي منها هناك الاوريجينال والوش محمر، وكمان اللي معمول بخلطه التندوري. كله هتلاقي فيه فرشه رز وعليه نص الفرخ. المميز في وجبات المضغوط فعلا ان الفراخ بتبقى طالعه دايبه، بصوا عامله ازاي، وطريه ونضيفه وطعمها تحفه. تاكلها بقى لوحدها مع الرز مع الدقوس، ولازم تجربوا الدقوس مع الرز البسمتي بتاعهم اللي ملوش حل. اكتر واحدة عجبتني في التلاتة ودخلت دماغي الوش محمر، لكن بصراحة اللي معمولة بخلطة التندوري ما جاتش معايا خالص. نخش بقى على مضغوط اللحمة، ودي اكتر وجبة عجبتني وحبيتها قوي هناك. برضه فرشة رز بسمتي وعليه اللحمة فعلا طرية ودايبة وطعمها حلو جدا. وعشان الناس اللي عاملة دايت زي حالاتي كده، هتلاقوا هناك وجبات مضغوط دجاج ومضغوط لحمة بس بالخضار السوتيه، حاجة كده في الدايت منه. واللي كان جديد بالنسبة لي إن لاقيهم عاملين من المضغوط سجق، زي كل وجبات المضغوط فرشة الرز البسمتي وعليه من فوق السجق. وغير بقى وجبات المضغوط هتلاقوا عندهم مبكبكة تندوري بالسجق. وجبات التندوري اللي هناك فعلا ما ينفعش معاه غير صوص الزبادي اللي بينزلوه عشان يبرد عليه. وعندهم لبن عيران للي ما يعرفوش، حاجه كده زي اللبن الرايب تهضم بعد الاكل. في منه عادي او بالنعناع، انا حبيت اللي بالنعناع اكتر. ولو عايز تحلي بقى بعد الاكله دي هتلاقي عندهم كريم كراميل ورز بلبن، الاتنين تحفه. او تحبس بقى بعصير مانجا. وهم في كل الفروع هتلاقي عندهم قعدة عربي عشان تعيش الفايبس الخليجية العربية الأصيل. ده فرع مضغوط دجاج في تشيل اوت في التجمع، وعنده 3 فروع تانيين. في مضغوط هتعيش تجربة خليجية على أرض مصرية. يلا جوه.